تخيل تكون قاعد في خروجة وقلبك بيدق كأنك في سباق، ومش عشان خايف من حاجة بس عشان خايف تتكلم، خايف الناس تبصلك أو خايف تغلط في كلمة أو خايف شكلك يكون غريب. الرهاب الاجتماعي مش كسوف، ده سجن جوه دماغك بيخليك تحس إن كله قاضي وإنت المتهم. النهاردة في 5 جد هنعرف إزاي نعيش وسط الناس من تاني. بتبدأ قصتنا مع علي شاب في منتصف العشرينات، ولو شفته من بعيد هتقول عليه شاب ناجح ومنظم، لكن الحقيقة إن علي كان عايش جوه زنزانة ملهوش فيها قضبان لكنها أضيق من أي سجن حقيقي. عايز أقول لكم إن هو ما كانش خجول، الخجل ده حاجة رقيقة زي اللي بيحصل مثلا لصاحبه ياسين لما بيدخل مكان جديد بيحس بشوية توتر، يفرك في إيده شوية وبعد 10 دقايق بيبدأ يهزر ويتعامل، ده كسوف طبيعي، حاجة بتدوب مع الوقت. لكن اللي عند علي كان رهاب اجتماعي. الفرق بين اللي بيحسه علي وياسين هو الفرق مثلا بين رشة مطر وإعصار. الرهاب بالنسبة لعلي كان شلل، كان ممكن يوصل لباب القاع لفعل الامتحان ويسمع صوت ضحك زمايله جوه وفجأة يحس إن رجليه بقت تقيلة وضربات قلبه سريعة لدرجة إنه بيسمعها في ودنه، وبعد كده يبدأ ريقه ينشف ويحس إن الأكسجين هرب من المكان. وفي اللحظة دي علي بيقرر إن هو ما يدخلش ويلف ويرجع بيته ويضيع على نفسه سنة دراسية كاملة، مش لأنه مش مذاكر لكن لأنه مشلول من فكرة إنه يكون متشاف من الناس كلها. الرهاب كان بيمنع علي إن هو يعيش، يعني مثلا اعتذر عن خطوبة أخت صاحبه، ما كانش بيروح الجيم، حتى السوبر ماركت كان بيختاره في أوقات ميتة عشان ما يتعاملش مع بشر كتير. الكسوف ده حاجة بتمشي مع الوقت عادي، لكن الرهاب هو الوحش اللي بياكل وقتك وحياتك ومستقبلك وانت واقف بتتفرج عليه. طيب ما تيجوا ندخل كده في عقل علي ونشوفه في لحظة مواجهة مثلا. تخيل كده ان علي قرر يسترجل وينزل يحضر اجتماع في شركته، وبمجرد ما بيحط رجله في القاعة في مفتاح كهرباء في دماغه بيضرب فجأة، وفي اللحظة دي علي بيتحول لمخرج سينمائي فاشل بيشغل كشاف إضاءة وهمي ومسلطه على نفسه بس. وهو متخيل إن كل اللي في القاعة سابوا الورق اللي في إيديهم وسابوا الموبايلات وقاعدين بيبصوا عليه لوحده. دماغه وقتها بتتحول لميكروسكوب ومش بيشوف الصورة الكبيرة، لأ ده بيركز على أتفه التفاصيل اللي هو بيعملها ويكبرها 1000 مرة. زي مثلا شفت ايدك اتهزت وانت بتمسك القلم، اكيد المدير شافك وقال عليك مهزوز. او مثلا صوتك كان واطي وانت بتقول صباح الخير، اكيد افتكروك مش واثق من نفسك. او في نقطة عرق نزلت من وشك، يا فضيحتك دلوقتي كلهم قرفانين منك. علي عايش في وهم كبير ان العالم كله بيدور حوالين عيوبه. طب ليه علي كان بيتعذب كده؟ لأن علي كان واقع في فخ اسمه الكمال أو المثالية. علي ما كانش عايز يكون عادي، كان عايز يكون مبهر. وفي عقله الباطن علي حاطط شروط تعجيزية لنفسه، عشان أخرج وسط الناس لازم كلامي يكون مرتب زي الكتب، لازم ما أضحكش بشكل غريب، لازم محدش يشوفني وأنا متوتر. المشكلة بقى إن الشروط دي ضد الطبيعة البشرية، إحنا كبشر بنغلط وبنتلعثم في الكلام وبنتوتر، لكن بالنسبة لعلي أي غلطة اجتماعية هي كارثة. لما علي كان بيغلط في كلمة أو بيحس بكسوف كان بيحس بالعار، والعار شعور تقيل جدا، الحل الوحيد عشان يهرب منه هو الاختفاء. ومن هنا بيبدأ الانسحاب. علي بدأ ينسحب من المجتمع تماما، طالما مش هقدر أكون الشخص المثالي اللي ما بيغلطش يبقى الأفضل إني ما أظهرش خالص. والانسحاب ده كان المخدر اللي بيريح علي لحظيا، بس في الحقيقة كان بيبني حواليه سجن أكبر يوم بعد يوم. بقى عايش في أوضته مع موبايله بعيد عن أي احتكاك، وقدراته الاجتماعية بدأت تضمر زي العضلة اللي مش بتتحرك. وفي يوم علي بص في المراية ولقى نفسه عنده 28 سنة وعايش في خوف من رن التليفون. وفي اللحظة دي سأل نفسه، هو أنا هفضل خايف من خيالي لحد ما أموت؟ علي فهم إن الكلام بتاع التنمية البشرية زي أنت قوي وثق في نفسك مش هيأكل عيش، هو محتاج مشرط جراحي يغير بيه طريقة تفكيره. بدأ يقرأ ويبحث لحد ما وصل ل3 قواعد عسكرية طبقهم على نفسه بمنتهى الجدية. وأول عدو واجهه علي كان التحليل المفرط. هو بيفكر كتير قبل ما يعمل أي حاجة، والتفكير ده هو اللي بيولد الخوف. قرر إن هو يطبق قاعدة ال5 ثواني لميل روبنز، والقاعدة دي بتقول لو عندك رغبة إنك تعمل حاجة فيها خوف أو تردد عد تنازلي من 1 ل5 واتحرك على طول. وفعلا علي طبق ده في مواقف تافهة. في الأول وهو ماشي في الشارع لقى حد يعرفه، بدل ما يوطي راسه في الموبايل ويهرب بدأ يعد من 5 ل1
أهلا يا فلان إزيك، والخمس ثواني دول هم الشباك اللي بتلحق فيها تهرب من سجن عقلك قبل ما يبدأ يرسم لك سيناريوهات الرعب. وتاني حاجة علي اكتشفها إنه كان دايما مركز جوه، بيراقب دقات قلبه، بيراقب رعشة إيده، وده كان بيزود الرهاب عنده. بدأ يتدرب على تقنية تركيز الانتباه للخارج، بقى في أي قعدة بدل ما يسأل نفسه أنا شكلي عامل إيه دلوقتي، بقى يوجه انتباهه للبيئة اللي حواليه. يعني مثلا الراجل اللي بيتكلم ده نبرة صوته عاملة ازاي، اللوحة اللي على الحيطة دي ألوانها ايه، الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده ملمسه خشن ولا ناعم. والحيلة دي ذكية جدا، لأن العقل البشري ما قدرش إن هو يركز في حاجتين بنفس القوة في نفس الوقت. لما علي شغل عقله بمراقبة التفاصيل الخارجية، عقله ملقاش مساحة يراقب فيها التوتر الداخلي بتاعه. فجأة لقى نفسه أهدى وصوته أوضح، لأنه ما بقاش مهووس بنفسه، لكنه اتعلم إن ده غلط. هو محتاج يبني عضلة المواجهة بالتدريج. بدأ يحط لنفسه سلم تعود، والدرجة الأولى ينزل يطلب حاجة من الصيدلية ويطول في الكلام شوية، يسأل عن السعر والبديل وطريقة الاستخدام، حتى لو هو عارف الهدف مش المعلومة، الهدف هو كسر الصمت. والدرجة التانية يتصل مثلا بخدمة العملاء بتاعت أي شركة ويشتكي من حاجة وهمية، بس عشان يدرب صوته على الثبات وهو بيكلم حد غريب. والدرجة التالتة بقى إن هو يروح كافيه زحمة ويقعد لوحده من غير ما يمسك الموبايل، يواجه فكرة إن الناس بتبص عليه ويشوف إن مفيش حاجة هتحصل. والدرجة الرابعة والأخيرة يشارك في نقاش بسيط في الشغل، يقول أنا موافق على النقطة دي، بس كده. علي اكتشف إن الخوف ده عامل زي الكلب اللي بيهوهو، طول ما أنت بتجري منه بيفضل يجري وراك، لكن لو وقفت وبصيت له في عينه وبدأت تقرب منه بيبدأ يرجع لورا ويهدى. وبعد شهور من التدريب والمحاولة والغلط، علي ما تحولش لسوبرمان اجتماعي، ولسه بيحس بشوية توتر في المواقف الكبيرة. لكن الفرق الجوهري إن علي ما بقاش مسجون، بقى بيروح شغله بانتظام، بقى عنده أصحاب بيخرج معاهم، والأهم من ده كله إنه ما بقاش بيجلد نفسه لو غلط أو اتلعثم في الكلام، بقى يضحك ويقول معلش أنا اتلخبطت ويكمل عادي. هو فهم إن الناس مش قاعدة تتفرج عليه بميكروسكوب، لأن كل واحد فيهم شايل الميكروسكوب الخاص بتاعه وباصص بيه على نفسه برضه. الكل خايف والكل بيغلط وكلنا بشر. وفي النهاية الرهاب ده مش مرض عضال، هو عادة عقلية سيئة محتاجة مجهود عشان تتغير. لو انت زي علي، ابدأ النهاردة بقاعدة الخمس ثواني، ارمي نفسك في الموقف، اغلط واضحك على غلطك، وصدقني مفيش حد مهتم يراقبك قد ما انت متخيل. الحرية بتبدأ لما تبطل تكون مثالي وترضى انك تكون حقيقي. أنا محمد، وحاولت إن أنا أقرب لكم الفكرة زي ما هي، ومستني أسمع رأيكم في التعليقات.